بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ سنة تانية. النهاردة هناخد في اللغة العربية النص المعلوماتي عن خطوات عمل الأرز. تعالوا كده نشوف مع بعض ونخلي بالنا واحنا بنقرا من الضمة. تمام. هنا خطواتي، وفي هنا مد بالألف، وفي كمان مد بالواو، لأن اللي قبل الواو فيه ضمة واللي قبل الألف الواو عليها فتحة. خطوات عمل الأرز. تمام. هنراجع مع بعض كده، أو نتعلم مع بعض إزاي ماما بتعمل لنا الرز. كل حاجة وليها طريقة. يعني إيه؟ يعني بنعملها على مراحل. يعني رقم 1 بنغسل الرز، رقم 2 بنحطه في الحلة، رقم 3 بنضيف الزيت أو السمنة أو الملح على الرز عشان يبقى ليه طعم كويس. وبعد كده بنعمل إيه؟ بنحط مية عليه علشان يستوي، لأنه بيبقى حاجة ناشفة، فلازم حاجة تبقى مخليها طرية شوية فنحط عليه مية. طب وبعد كده بنستنى بنقلبه شوية عشان الملح يتقلب فيه. وبعد كده ايه؟ نستنى شوية ونوطي عليه النار ونستنى لما يستوي عشان ناكله بألف هنا. تعالوا واحدة واحدة كده نقرأ خطوات عمل الأرز. رقم 1 بيقول لنا: في البداية اغسل الأرز جيدا بالماء، وبعد ذلك ضعه في إناء الطهي. تمام، زي ما حكينا باللغة العامية كده مع بعض. تعالوا نشوف رقم 3: ثم أضف إليه الزبدة والملح. في ناس بتحط زبدة، في ناس بتحط زيت، في ناس بتحط سمنة، أي مادة دهنية علشان الرز ما يلزقش في الحلة. طيب، رقم 4: أضف الماء. والماء هنا فيها إيه؟ فيها مد بالألف. كل الحاجات دي هنحلها إن شاء الله مع بعض في التدريبات عشان نركز مع بعض. وأخيرا حركه. في هنا تنوين بالفتحة. وأخيرا حركه واتركه ينضج. استنى عليه بقى لغاية لما يستوي. ينضج يعني يستوي. طيب تعالوا نشوف قاموس الأضواء وبعض الكلمات اللي لازم نعرف معناها. اغسل يعني نضفه. هننضف الرز بالماء. إناء يعني وعاء أو حلة. تمام. الطهي يعني الطبخ، أما نطهو حاجة يعني بنطبخها. أضيف أزيد يعني لما أضيف مية بزود مية. ينضج يطيب ويستوي. يطيب ويستوي يعني الحاجة تبقى استوت وجاهزة للأكل. الكلمة ومضادها: البداية عكسها النهاية، قلنا المضاد قبل كده يعني عكسها. النهاية عكسها بداية. بعد، قبل، أخيرا. أولا حاجة وصلت الآخر أو اتعملت في الآخر، يبقى حاجة اتعملت في الأول عكسها. حرك. حرك يعني عكسها، لو أنا بحرك حاجة يبقى بثبت الحاجة دي. طيب تعالوا نشوف المفرد وجمعه. البداية لازم بدال المفرد أو الجمع فيه ألف ولام، يبقى برضو الجمع أو المفرد يبقى فيه ألف ولام. البداية البدايات. الماء المياه. ودي بتجيلنا كتير يا سنة تانية، ركزوا فيها. الماء المياه. إناء آنية أواني، يعني ليها جمعين. إناء يا إما آنية يا إما أوان. الملح الأملاح. تمام. الجمع بقى ومفرده. خطوات مفردها خطوة، حاجة واحدة بس خطوة. تعالوا بقى نشوف التدريبات على الدرس. اكتب أسماء بعض الأطعمة الصحية. زي إيه الأطعمة الصحية اللي بناكلها؟ الملوخية. إيه كمان؟
من الأطعمة الصحية الفاصوليا. ايه كمان أطعمة صحية؟ بناكل ايه؟ البطاطس، الخضروات والفاكهة. تمام. تعالوا نكتب مثلا هنا الخضروات والفاكهة. تمام. اكتب مكونات طعام صحي تحبه. يعني ايه؟ أكلة انت بتحبها وعايز تعرف هي بتتكون من ايه. كل واحد يكتب الحاجة اللي بيحبها. مثلا هنعمل ساندويتش من الجبن. يبقى بيتكون من ايه؟ من الخبز والجبن. تمام. طيب هنكتب مثلا خضار. يبقى زي خضار الملوخية اللي كلنا بنحبه، بيتكون منين؟ من الملوخية والماء، حطينا فيه ماء، حطينا فيه ملح، حطينا فيه بهارات زي فلفل، حطينا فيه ايه تاني؟ حطينا ممكن نحط شوربة او ممكن نحط ماء. يعني كل واحد فينا نكتب الطعام اللي بيحبه. تمام. طيب اختار المعنى المناسب للكلمة الملونة. ادي الكلمة الملونة بيقول لي إناء. إناء قلنا يعني ايه؟ أمي تعد الطعام في إناء جميل. إناء يعني وعاء ولا موقد؟ موقد ده يعني ايه؟ يعني البوتاجاز، النار. لكن إناء يعني وعاء. تحب أمي طهي المكرونة. طهي يعني ماما بتحب تطبخ المكرونة. يبقى بتحب تجهيز المكرونة ولا طبخ؟ طبخ طبعا. تمام. نضجت الثمار. نضجت يعني استوت خلاص، جاهزة للأكل وأصبحت لذيذة. نضجت دي يعني ايه بقى؟ زرعت، لسه بتتزرع، ولا طابت واستوت؟ طابت واستوت. ليه؟ لأن خلاص بناكلها. نضجت خلاص. فعل ماضي. تضيف تضيف أمي السكر إلى الشاي. ماما بتحط السكر على الشاي. يبقى بتضيف يعني بتزوده ولا بتاخد منه السكر؟ طبعا تزيده مش تأخذ. طيب تعالوا كده نشوف السؤال التاني. بيقول ضع وجها ضاحكا أمام الخطوة الصحيحة ووجه حزين أمام الخطوة الغير صحيحة. طيب نطهي الأرز دون غسله. ينفع نطبخ الرز من غير ما نغسله؟ مش احنا كنا في الخطوات الأولانية أول حاجة بنغسله؟ طيب يبقى هنحط ايه؟ وجه غير ضاحك. ليه؟ لأن ما ينفعش نطهي الرز من غير ايه؟ من غير ما نغسله. يبقى دي حاجة غلط. طيب نعمل له حواجب اهو عشان يبقى زعلان. طيب نحركه الأرز ثم نتركه ينضج. صح. ليه؟ لأن لما بنحركه بنخلي الرز كله يستوي في الإناء. نأكل الأرز قبل طهيه. ينفع ناكل الرز ناشف؟ طبعا ما ينفعش. قبل ما نطهوه ما ينفعش. نضيف إلى الأرز الزبدة والملح بعد إضافة الماء. هو في الأول حط الزبدة والملح وبعدين حط الماء. ممكن نعمل كده وممكن نعمل كده. خلاص هنعملها وجه ضاحك لأن ينفع. نضيف الأرز، نضيف الملح والزبدة بعد إضافة الماء. طهي الأرز يمر ب6 مراحل. فاكرين هما كانوا كم مرحلة؟ كانوا كام؟ تعالوا نبص مع بعض. كانوا فعلا 6 مراحل. طيب تعالوا يبقى هنحط هنا في السؤال وجه ضاحك. ولما تبقوا مش متأكدين بصوا مفيش مشكلة عشان المعلومة تثبت ونركز في الأسئلة. اختار الإجابة الصحيحة. يجب غسل الأرز جيدا بنغسل الرز بإيه؟ بالزيت ولا الماء ولا الزبد؟ طبعا بالماء. بعد غسل الأرز نضعه في إناء الطهي. بعد ما نغسله بنحطه في إناء التقديم ولا التخزين؟ بنخزنه بعد ما نغسله. ما ينفعش، بيبقى في إناء الطهي. إضافة الزبدة
إلى الأرز هي المرحلة الزبدة. هنحط الزبدة يبقى في المرحلة إيه؟ أول حاجة الأولى؟ لأ. بنحط الزبدة الأول؟ لأ، بنغسله الأول. في المرحلة الأخيرة في الآخر خالص؟ لأ، في الآخر بنتركه ينضج. يبقى في المرحلة الثالثة. آخر مرحلة في طهي الأرز هي تركه ينضج. برافو عليكم يا سنة تانية. طيب، أسئلة سهلة جدا. افهموا بس ترتيب المراحل، إن احنا ازاي في الأول بنغسله، بعد كده بنحط الملح والزبد، ونحطه في الإناء، وبعدين نحط الملح والزبد، وبعد كده نحط الماء ونحط النار، وبعد كده بنتركه ينضج. تمام؟ طيب، تعالى بيقول لي هنا ضع كل خطوة في مكانها المناسب. رقم 1 و2 هو عامل 4 خطوات. أول حاجة هندور على كلمة تدل على إنها أول حاجة. ثم أضف، لأ، يبقى دي في الآخر. أخيرا يبقى دي رقم 4. يبقى دي رقم 4. أخيرا أضف الماء وحركه واتركه ينضج، ده في الآخر. بعد ذلك ضعه في إناء الطهي، يبقى لأ. طيب، في البداية يبقى هي دي البداية. يبقى أول ما يقول لنا البداية يبقى هي دي رقم 1. في البداية اغسل الرز ثم أضف إليه الملح والزبدة. طيب، هنحطه بعد ما نغسله في إناء. بعد ما نغسله يبقى نحطه في إناء، يبقى بعد ذلك ضعه في إناء الطهي، يبقى دي رقم 2. ورقم 3 هنحط الملح والزبد، وبعدين أخيرا أضف الماء وحركه واتركه ينضج. تمام كده مترتبة. تعالوا بقى المقاطع الصوتية اللي احنا دايما بنتلخبط فيها. الألف واللام مع الطهي، يبقى الألف واللام الطاء عليها شدة. طيب، عرفنا منين ان الطاء عليها شدة؟ علشان الطهي يبقى لام شمسية. الطهي يبقى الطهي. تمام، يبقى الطهي لأن لام شمسية يبقى 2 طاء. يبقى أول طاء ساكنة مع الألف واللام، والطاء التانية الطه. الطه ساكنة برضو الهاء، يبقى الطاء مع الهاء التانية يو، والياء لوحدها. يبقى بس احنا كنا لازم نحط الطاء بتاعة الشدة. الشدة اهي هنكتبها. ينضج، الياء مع النون الساكنة، والضاد لوحدها، والجيم. طيب، تعالوا نشوف البداية. لوحدها، تو زي ما هي. ليه؟ لأن الدال ساكنة، الدال عليها فتحة مع حرف المد، يبقى المد مع اللي قبله. الماء لوحدها، لام قمرية. اللام القمرية في التحليل بتفضل ايه؟ زي ما هي لوحدها. لكن الشمسية بتاخد اللام الشمسية بتاخد الألف واللام وحرف معاها، والحرف التاني بيبقى في الناحية التانية. الماء، والمد مع الميم. طيب، أخيرا والخاء مع الياء لأن مد أخيرا، والتنوين مع الراء أخيرا. أهو برضو المد مع اللي قبله. تمام. طيب، هنا عايزاكم نقرأ الدرس تاني ونراجع خطوات عمل الأرز علشان نحسن الحصيلة اللغوية عندنا. طيب، بكده يبقى خلصنا، والمرة الجاية هناخد حروف العطف. باي باي، ونتقابل المرة اللي جاية.